في عالم كرة القدم، في قائمة أرقام بسيطة بيصدرها الفيفا كل فترة. ممكن تبان مجرد أرقام، لكن في الحقيقة تأثيرها ممكن يكون زي الزلزال. القائمة دي هي اللي بتحدد مين في الصدارة ومين بتراجع، والأهم من كل ده هي اللي بترسم مصير منتخبات كاملة في رحلتها لأكبر حلم، كأس العالم. والخبر الأكبر في تصنيف أكتوبر 2025 هو التغيير الدراماتيكي اللي حصل في القمة. إسبانيا، نعم، إسبانيا بتطيح رسمياً بالأرجنتين وبتصير المصنف الأول عالمياً. التغيير ده بينهي سيطرة أبطال العالم اللي استمرت من إبريل 2023 وبيفتح صفحة جديدة تماماً في صدارة التصنيف العالمي. بس القصة مش بس في المركز الأول. خلونا نبص على قائمة أفضل 10 منتخبات. هنلاقي تحركات مهمة جدا. هولندا قفزت للمركز السادس، وعدت البرازيل اللي نزلت للمركز السابع. والأكثر إثارة للاهتمام هو إن ألمانيا رجعت تاني لنادي الكبار وحجزت لنفسها مكان في المركز العاشر. طيب، خلينا نسيب صراع العمالقة ده شوية، لأن تأثير الأرقام دي بيكون حاد وأقوى بكتير على المستوى الإقليمي. تعالوا نشوف إزاي الحسابات دي بتغير المشهد في أفريقيا والعالم العربي. هناك التبعات بتكون أحياناً أكبر وأخطر بكتير. على المستوى الإفريقي والعربي، المغرب لسه مسيطر، صحيح إنه تراجع للمركز 12 عالمياً، بس لسه محافظ على صدارته القارية والعربية. زي ما احنا شايفين، مصر بتتقدم للمركز 32، وراها الجزائر في المركز 35. والمراكز دي مش مجرد أرقام للفخر، لا، دي أرقام مصيرية وهتلعب دور حاسم. وهنا بقى نوصل للنقطة الأهم. الأرقام دي مش مجرد إحصائيات للمشجعين، دي أداة حقيقية وحاسمة بترسم طريق المنتخبات في أهم البطولات. والكلام ده بيودينا مباشرة لمثال حي ومثير جدا على أرض الواقع. ده هو التطبيق الدرامي والواقعي للتصنيف، الملحق الإفريقي المؤهل لكأس العالم 2026. هنا الأرقام مش بتكذب، وهي اللي هتحدد مواجهات حياة أو موت علشان بطاقة التأهل. طيب، مين هم المنتخبات الأربعة اللي وصلوا للملحق الحاسم ده؟ عندنا نيجيريا، الكاميرون، الكونغو الديمقراطية والغابون، كلها أسماء كبيرة في القارة، بس الأهم من تاريخها دلوقتي هو تصنيفها العالمي، لأنه هو اللي هيحدد كل حاجة. إذن، إزاي بتتحدد المواجهات؟ المعادلة بسيطة وقاسية جدا في نفس الوقت. زي ما احنا شايفين، أول حاجة بتترتب الفرق الأربعة حسب تصنيف الفيفا، وبعدين الأعلى تصنيفاً بيلعب مع الأقل تصنيفاً، والمنتخبين اللي في النص بيلعبوا ضد بعض. وهكذا التصنيف حسم المواجهات. نيجيريا صاحبة التصنيف الأعلى 41 هتقابل الغابون صاحبة التصنيف الأقل 77، والمباراة الثانية هتجمع بين الكاميرون 54 والكونغو الديمقراطية 60، مباراتان ما يقبلوش القسمة على 2. بس الطريق للمونديال لسه طويل. نصف النهائي يوم 13 نوفمبر، والنهائي بعده ب3 أيام. واللي هيكسب في الملحق الإفريقي ده مش هيتأهل على طول، لا، لازم يخوضوا ملحق عالمي تاني في مارس 2026 ضد منتخبات من قارات تانية. يعني هي فرصة أخيرة لمنتخب واحد بس من الأربعة دول. طيب، خلينا نرجع خطوة ورا عشان نفهم الصورة الأكبر. نظام التصنيف ده أساساً هو أداة تنظيمية، الفيفا بيستخدمه عشان يقسم المنتخبات لمستويات مختلفة وقت قرعة أي بطولة، وبكده بيحدد مسارات التصفيات بالظبط زي ما شفنا في مثال الملحق الأفريقي. وده بيفسر ليه كل ماتش، أيوة، حتى الماتشات الودية مهمة جدا. كل فوز بيتحول لنقاط بتتحسب بمعادلة دقيقة. النقاط دي هي اللي بترفع التصنيف، وتصنيف أعلى معناها فرصة أحسن في قرعة كأس العالم، يعني تتجنب المنتخبات الكبيرة في البداية. باختصار، مصير أي منتخب ممكن يتحدد حتى قبل ما يلعب أول كورة في البطولة. وفي النهاية بيفضل السؤال ده مطروح. في رياضة مليانة عواطف ومفاجآت زي كرة القدم، هل من العدل فعلاً إن معادلة رياضية جافة هي اللي تحدد مصير أحلام منتخبات وشعوب كاملة؟ سؤال يستحق التفكير.